يلا بينا نعمل شوربة الخضار، حلوة جدا وبتدفي ومناسبة جدا للوقت اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا بطاطساية متوسطة، اللي حابب يزود المقادير يزود. 3 جزرات، 2 كوسة، فص توم، بصلاية حمرا. وحلو ان انا احط بصلاية حمرا مش بيضة علشان بتسكر الشوربة بتاعتي. وهنا زودت طماطماية بس قشرتها. خلاص قطعت ده كله مكعبات في حلة كده سخنة. حطيت معلقة من زيت الزيتون او الزيت العادي اللي عندك. نزلت اول حاجة بالبصل، شوحته كده تشويحة. وبعدين هنزل بالكوسة والجزر والبطاطس والفص الثوم. اخر حاجة هنزل بيها الطماطم. هحط بقى هنا التوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل اسمر وسنة كاري وسنة بابريكا. خلاص هقلب الكلام بقى ده كله كويس لحد ما يتشوح وريحته كده حلوة دي تطلع. خلاص هنزل بقى هنا بالمية السخنة بتاعتي. عايزة تحطي شوربة حطي شوربة. هسيبها بقى تغلي غلوتين 3 كده لحد ما الخضار يستوي معانا. وهنا الخضار استوى اهو. هضربها بقى بالهاند بلندر، واللي ما عندوش هاند بلندر يضربها في الخلاط. ده القوام بتاعها وريحتها تحفة. هروح بقى اديها غلوة كده تاني على النار، وانزل بقى بنص معلقة زبدة صغيرة تحلي طعمها جدا. خلاص بقى هنا خلصت. ابدأ اغرفها، شبيهة شوية بشوربة العدس بس طعمها مختلف تماما، حلوة جدا. اغرفها بقى كده معاكم. طبق منها بقى كده يدفينا. وبألف هنا وشفا، وجربوا الوصفة دي ورب تعجبكم. لايك وشير.